بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا هناخد أول درس في قواعد القراءة في اللغة الروسية، وبالأخص هنتكلم عن الأودارينيا. هنتكلم على كذا حاجة تاني، ولكن التركيز النهاردة هيكون عن الأودارينيا، وفي النهاية هنقرأ نص صغير مع بعض هنركز فيه على شوية حاجات هنتكلم عنها في الدرس. يلا بينا نبدأ. طيب، أول حاجة يعني ايه أودارينيا؟ كلمة أودارينيا في اللغة الروسية بتترجم بمعنى حاجة اسمها أودار أو ضربة. طب يعني ايه ضربة؟ معناه ان احنا بندور على حرف متحرك وبنتك عليه، زي ما تقول بالعربي بنقرأه بشدة. مش احنا عندنا مثلا في العربي شدة، في الروسي ممكن نقول عليها أودارينيا. او مثلا الاكسون في اللغة الفرنسية، لو حد عنده خلفية عن الفرنسية او درس قبل كده فرنسي. طيب، انا كلمت وقلت ان هي بتيجي على حرف متحرك. لو احنا قابلنا كلمة، تعالوا مثلا ناخد اول كلمة انا جايبها هنا في البرزنتيشن، كلمة كوشكا. كوشكا، ايه الحروف المتحركة اللي عندنا؟ حرف الاو ده متحرك، وحرف الآ. مبدئيا تعالوا نراجع بسرعة ايه هي الحروف المتحركة في اللغة الروسية عشان لو حد ناسي. حرف حرف الآ، حرف الأو، حرف الأو، حرف اليو، تمام، حرف اليا، حرف الإي، حرف الإي، حرف اليو. دول تقريبا أغلب الحروف المتحركة أو أكتر حاجات احنا ممكن نقابلها. تمام. طيب، فانت لما بتقابل حرف من الحروف دي انت لازم تحط عليه الأودارينيا، لازم تحط عليه الشدة. تمام، لو احنا هنحاول نقربها للغة العربية. طيب، الأودارينيا او الشدة دي بتيجي على حرف واحد. يعني لو انت مثلا عندك في الكلمة اكتر من حرف متحرك، عندك 2، عندك 3، عندك 10، لازم تجيب الشدة او الأودارينيا دي على حرف واحد بس. الحرف ده هو اللي احنا هنقرأه بغلظة، بخشونة، بشدة. كلمة مثلا كوشكا. كوشكا، كوشكا، شوف 3 مرات معايا اهو، اسمع وكرر معايا. كوشكا، كلمة الحرف الأو هنا بقرأه بشدة، كوشكا. تاني مثال، سباكا. شوف هنا الآ مدتها جامد، سباكا، يعني الآ الأولى قرأتها بمد وشد أكتر من الآ التانية، سباكا. طيب انت هنا ممكن تقول لي هنا عندي حرف الأو، ليه حرف الأو هنا قرأته ليه مش هو المفروض أو يقرأ أو؟ لا، في اللغة الروسية حرف الأو يقرأ أو في حالة واحدة. طيب حالة إيه؟ هقول لك أنا. لو الأودارينيا جت فوق الأو، لو الأودارينيا جت فوق الأو زي في كلمة كوشكا، إذا نقرأه أو. لو الأودارينيا جت على حرف متحرك غير الأو ده اللي في الكلمة، إذا يقرأ تمام، واضحة؟ طيب، السؤال أي حد حاليا بيسأله في باله، اعرف منين الأودارينيا؟ يعني انا اعرف ازاي ان الأودارينيا على الحرف الاولاني المتحرك او الثاني او الثالث او الرابع؟ للاسف مفيش قاعده معينه. ده اللي بيخلي الموضوع نوعا ما صعب. هو يعني مش مستحيل، بس نوعا ما صعب. طيب، اعرف ازاي النطق الصح لاي كلمه؟ لما تيجي تدرس كلمه جديده واحنا لسه ما هو في البدايات، اول حاجه تسمعها صح، تسمعها من المدرس اللي بيعلمك او من اي ابلكيشن بيترجم وبينطق الكلمات. انت لما تشوف كلمه جديده لازم تسمعها اكتر من مره، 1 علشان تعرف الأودارينيا فين، 2 عشان تتعلم تقول النطق الصح، بالتالي هتتكلم وتقول الكلمه دي برضو صح. تمام. طيب، يبقى عندنا كوشكا، كوشكا، سباكا، كراكاديل، كراكاديل اللي هو التمساح، كراكاديل. هنا عندي اول او قريته تاني او قريته برضو طيب ليه؟ لان الأودارينيا مش جايه عليهم، الأودارينيا جايه على حرف الاي قبل الاخير، ولذلك انا قلت ان الاولى الاولانيه والاولى الثانيه كراكاديل. تمام. يا رب الفكره بشكل مبدئي تكون وضحت بالنسبه للأودارينيا وبالنسبه لحرف الاو اللي ساعات بيقرا نكمل. من ضمن الحاجات التانية اللي بتحصل برضو في الأودارينيا ان لو غيرنا الكلمه من المفرد للجمع الأودارينيا بتتحرك. يعني الأودارينيا بتتحرك، بريدفيجايتس يعني بتتحرك من حرف لحرف. يعني مثلا كلمه كذا معناها معزة او جدي، كذا. تمام. لو قلنا معيز تمام او جديان هنقول كوزي. تمام. ففي بعض الحالات وانت بتقرأ هتشوف ان الأودارينيا من المفرد للجمع قد تتغير، ولكن مش معنى كده ان في حاجة غلط، لا ده عادي وبيحصل. تمام. انت بس لازم تعرف المعلومة دي، ان من خصائص الأودارينيا ان هي في بعض الكلمات مش في كل الكلمات بتتغير من المفرد للجمع في النطق. تمام. اوكي، كذا، كوزي. نكمل. بالنسبة لحرف اليو،
تمام، اللي هو اليي وعلى نقطتين من فوق ده اسمه يو. دائما لو شفته في اي كلمه الأودريني على طول فوقه. عارف الجوكر في الكوتشينه هو اليو في اللغه الروسيه، حروف اللغه الروسيه دايما الأودريني تيجي فوق. يعني مثلا ناخد مثال كلمه يولكا اللي هي شجره عيد الميلاد، على طول بدون ما تفكر لو انت مثلا اول مره تشوف الكلمه دي الأودريني هنا. تمام، الأودريني هنا. اوكي تمام، نكمل. بعد كده عندنا أمثلة برضو بشرح هنا فيها على حرف الأو وحرف اليي وحرف اليا. ليه وإمتى أقول الأو أو وإمتى أقول الأو أنا هنا موضح لك، بقول لك إن مثلا كلمة كوشكا علشان الأودريني جت على الأو فأنا نطقتها أو كوشكا كوشكا. ولكن مثلا كلمة فادا معناها مية ماء، فادا أنا نطقت الأول أو ليه؟ طيب ليه؟ علشان الأودريني مش جاية على الأو، الأودريني جاية على الآ الأخيرة فادا. تمام. مثلا كلمة ليتا هنا عندك اليي يقرأ ي زي ما أنا كاتب لك أهو. ليه؟ لأن الأودريني وقعت عليه، فهنطق الحرف ده بنوع من أنواع الغلظة، الشدة أو إن أنا بعمل عليه أكسنت. يعني الليتا اللي هو الصيف. تمام. طيب كلمة استنا هنا برضو أنا كاتب ي، ولكن علشان الأودريني ما جاتش عليه، جت على الحرف الأخير اللي هو الآ، فإذا اليي هنا قرئ نوعا ما مخفف أو منعم أو مرقق. تمام. فبدل ما تقرأ ي تقرأ إي، بقول استنا. تمام، اللي هو الإيه حائط أو جدار. أوكي. نفس الكلام مع حرف اليا بيات. يعني حرف اليا لما جت عليه الأودريني قرئ يا بيات اللي هو 5. ولكن لما الأودريني جت في كلمة الزيك على حرف الإي ما بقولش يزيك اللي هو اللسان أو اللغة، لا ده غلط وشائع جدا على فكرة، كتير قوي بيوقع فيه. بقول الزيك. تمام، علشان الأودريني ما جاتش على الياء، جت على الإي اللي إيه قبل الأخير. فأرجع وأقول لو الأودريني جت على حرف متحرك الحرف ده بيقرأ بخشونة بشدة، لو جت على حرف تاني يبقى الحرف ده بيرقق زي ما هنا مثلا الأو بقى اليي بقى إي واليا برضو بقى إي. تمام. قيس على المعلومة دي كل الكلمات. يعني انت لو قابلت كلمة فيها مثلا حرف اليا ولكن الأودريني مش جاية عليها، بدون ما تفكر حرف اليا ده هيقرأ إي. لو قابلت كلمة فيها حرف اليي والأودريني مش جاية على اليي، إذن اليي هيقرأ إي. لو قابلت كلمة وفيها حرف الأو ولكن الأودريني مش على الأو ده، إذن الأو ده يقرأ تمام. والأمثلة هي بالأقواس عشان نفتكر. طيب تاني معلومة في النطق وكتير قوي بيتلخبط في الحتة دي، لما تقابل الضمير بتاع إيفو وإيو. تمام. أو بتيجي مثلا في آخر الصفات كتصريف. مثلا إيه؟ تعالى ناخد أمثلة ونمشي واحدة. أول حاجة الجي ده بيتقرب ف. تمام، دي أول معلومة رقم 1. تاني حاجة اليي الأولاني ده يقرأ إي ولا يقرأ إي. فبقول يفو زافوت. هنا أنا مديك الإيه الشرح في النطق. إيفو هنا كانت جي بقت ف واليي بقت إي. يفو زافوت. تمام. وزافوت الأو قرأت إيه؟ قرأت ليه؟ لأن الأودريني جاية هنا، أنا كاتبها لك أهو زافوت أوكي. تمام. تاني حاجة لما بنشوف إيفو في نهاية صفة تصريف الصفات في الفينيتيلني أهو قايل لك، والرديتيلني بيكون مع المذكر والمحايد المفرد يفو. تمام. فهنقول إيه؟ إيفو. شايف بص سينيفا مش سينيجو، لا ما بقولش سينيجو، لا بقول سينيفا تسيفيتا إيفا. خد بالك كمان مرة هقول لك الجي تقرأ ف واليي تقرأ إي. بالشوفا كتا. تمام. بالشوفا كتا ج بقت ف بالأحمر اهو معلم. روسكافا يزيكا ج ف روسكافا يزيكا. نفس الكلام الأودريني هي جاية على الأو، على الأو اللي إيه اللي بعد الأ. تمام. فقرأت هنا الأودريني عليه، ولكن الحرف ده الثالث من الآخر قرأ إيه؟ قرأ ليه؟ لأن الأودريني ما جاتش عليه. نفس الكلام. تمام.
يا رب برضو الحاجات دي تكون واضحة مش صعبة نفتكرها. لازم نبدأ نتعلم نقرأ صح، عشان لو بنينا قراية صح ده هيساعدنا قوي في الاكسنت انه يكون كويس ومظبوط. تمام. رابع حاجة بعد او تالت حاجة بعد الأودارينيا، حتة التشيئن. بتقرأ شيئن مش تشيئن، تقرأ شيئن. يعني هي تكتب كده، تقرأ كده. هنا ده تكتب، هكتب اهو، وهنا تقرأ. مثلا كان يشنا، ما بقولش كان يتشنا، ما بقولش كان يتشنا، لا بقول كان يشنا، كان يشنا. سكوشنا، سكوشنا، ما بقولش سكوتشنا، سكوتشنا غلط، سكوشنا. خفف، مش تشن، لا ما بقولش تشن، بقول شن، مش تشن، شن. سكوشنا. نفس الكلام مع كلمة شتو، شتو ما بقولش تشو او شتو، لا بقول شتو، شتو خفيفة. شتو بي، شتو بي. باتاموشتا، باتاموشتا، باتاموشتا. تمام. نفس الكلام، اول او تاني او قرئوا ايه واه. طب ليه؟ علشان الأودارينيا مش عليهم، واحنا قلنا ان الاو يبقى او لو الأودارينيا جت عليه، لو الأودارينيا ما جاتش عليه يبقى ايه؟ يبقى الحاجة دي انا بكررها عشان محدش ينساها. تمام. فالتش ان يقرأ الشيء ان، والتش يقرأ الش في بداية الكلام ومع كلمة باتاموشتا. تمام. عشان الجزء التاني من باتاموشتا شتو اللي احنا اتكلمنا عنه. تمام. اوكي. خامس حاجة وكتير قوي برضو بيوقع في الحتة دي، اللي هو البريدلوجي. بريدلوجي، بريدلوجي يعني ايه؟ كل حروف الجر. لو قابلت حرف جر قبل كلمة لازم تنطق حرف الجر ده كأنه جزء من الكلمة. مثال بسيط. تمام. يا وتشوس فونيفرسيتيتي، فونيفرسيتيتي. شوف انا حرف الجر ده اللي هو معناه فيه، انا بدرس فيه. تي دي وتشيسيا يا وتشوس فونيفرسيتيتي. ما ينفعش اسيب هنا حته فول ستوب كده صغيره او اقف. ما ينفعش اقول واسكت بعد كده اقول اونيفرسيتيت، كده غلط. لازم ادمج حرف الجر مع الكلمه اللي بعده كأن حرف الجر ده جزء من الكلمه. يا وتشوس فونيفرسيتيتي، فونيفرسيتيتي على طول. تاني مثال، يا رابوتايو. ما بقولش يا رابوتايو واسكت وبعد كده اقول شكولي، لا، يا رابوتايو في شكولي، شكولي. وهنا لو تاخد بالك ان حرف الف تم ترقيقه للف. يا رابوتايو في شكولي. طب ليه ترقق من في لف؟ لسهولة النطق، لسهولة النطق او لتسهيل النطق. بدل ما اقول في شكولي تقيل فبقول في شكولي. فعشان كده هتلاقوا بنسبة 60% ان حرف الف مع الكلمات اللي بعده بالذات الحروف اللي زي الش بيقرأ في شكولي. الحاجات دي برضه هنتكلم عنها وعليها امثله علشان ننطق صح ونقرأ صح. تمام. بس انا عايزك تفتكروا في السلايد ده ان اي حرف جر بيجي الكلمه اللي بعده ينطق معاها كأنه جزء من الكلمه. ما ينفعش ان انت تنطقه بعد كده تنطق الكلمه اللي بعده وتسيب بينهم فراغ، ده غلط. تمام. في القراءه وفي الكلام. بس بعد كده هنبدأ نقرأ نص. النص ده فيه كلمات جديدة، مش مهم معنى الكلمات على قد ما مهم عايزك بس تشوف النطق الصح ازاي بالنسبة لحروف الجر، بالنسبة للأودارينيا، بالنسبة لصيغة الكلام. يعني مثلا انت لما تيجي تسأل سؤال ادي صيغة سؤال، لما تيجي تجاوب ادي صيغة إجابة. تمام. كاتيونك بإيميني جاف أدني неприятности. Котенок Гав, собака и соседский кот. На чердаке жил котенок по имени Гав. Он был рыжий. Когда соседский кот узнал, что рыжего котенка зовут Гав, он почесал спинку от трубу соседского дома и сказал: «Я бы не советовал котенку с таким именем спускаться во двор. Во дворе котенка с таким именем ждут одни неприятности». Котенок Гав услышал и подумал: что это за неприятности и зачем они меня ждут? Гав сейчас же спустился во двор и внимательно осмотрел все закоулки. Нигде никаких неприятностей не было. В это время во двор вышла большая собака. Она увидела Гава и подумала: вот идет рыжий котенок. Что-то раньше я его не замечала. «Эй ты, рыжий!» — позвала собака. «Как тебя зовут?» «Гав», — сказал котенок. «Что?» — удивилась собака. «Гав? Ах, ты еще дразнишься?» — закричала собака и прогналась за котенком так быстро,
что чуть-чуть его не поймала. Когда котенок Гав примчался на свой чердак, соседский кот спросил его: «Но убедился, что во дворе тебя ждут неприятности?» «Нет», — сказал котенок, — «не убедился. Я их искал и уже почти совсем нашел, но меня собака прогнала». القط بيقول مياو والكلب بيقول جاف. طبعا الأهم من الدرس ده كله إن احنا نفتكر اللي قدرنا ازاي نحطها صح. وشكرا.